اهلا بكم في حاجه جديده من قناه فخران. معاكم فيديو جديد. فيديو النهارده هو عباره عن بقالي كتير قوي ما قلتش الكلمه دي، وبقالي كتير قوي ما طلعتش على القناه هنا وعملت فيديوهات. الامتحانات بقى مش الامتحانات، الصراحه الامتحان دي كانت حجه انا ناوي طالع اقولها، بس الصراحه حاجات كتير قوي خلتني اقف على القناه يعني. بس رجعنا تاني، هنعمل فيديوهات قويه جدا الفتره الجايه، مجهز لحاجات قويه جدا هتكمل للدراسه وبعد الدراسه وكل حاجه. مجهز لكذا فيديوهات بافكار جديده ان شاء الله تكمل. بالنسبه برضه عشان نبقى في اول حلقه كده بنتكلم بالنسبه للبودكاست قعده زملكاويه، ان شاء الله يكمل. مش عارف لسه هيكمل ولا لا، ولو كمل هيبقى مع مين او مع علام او مع مين. ممكن نغير الضيف، ممكن نخلي علام على حسب الدنيا هتتظبط ازاي. ان شاء الله هنعمل فيديوهات قويه جدا على بودكاست قعده زملكاويه. حصل احداث كتير قوي في الزمالك ما اتكلمتش عليها، مدرب مشي ومدرب راح، ومباراه اخر فيديو عملته تقريبا كان قبل السوبر الافريقي، والسوبر المصري خسرناه. يعني حاجات كتيره جدا عدت علينا. فالنهارده انا طالع اتكلم على خبر مهم جدا، وهو الخبر المنتشر دلوقتي في الوقت اللي بكلمك فيه. النهارده احنا في 21 يناير. منتشر جدا خبر طبعا زي ما انت شفت في العنوان والصوره المصغره، اللي هو خروج احمد السيد زيزو من نادي الزمالك، او ان احمد السيد زيزو مش هيبقى متواجد او مش هيجدد او ففي الحلقه دي انا جايب لك كل تفاصيل العقد، وجايب لك كل حاجه عن احمد السيد زيزو وعن التجديد، وجايب لك كمان خلاص اخر الاخبار، وكمان جايب لك يعني هقول لك رايي انا بقى في الاخر في المشكله اللي معمول لها ضجه كبيره جدا دي. فخلينا بقى نبدا. طيب خلينا نبدا بقى واقول لك ان احمد سيد زيزو مبدئيا كده هو لاعب كبير جدا. هو احسن لاعب في مصر اخر 3 سنين، وترشح لجائزه افضل لاعب داخل القاره الافريقيه، اللي مفيش حد من نادي الزمالك تقريبا اترشح في الجائزه دي بقاله فتره كبيره. طيب احمد سيد زيزو لعيب كبير جدا. احمد سيد زيزو واحد من الهدافين التاريخيين للنادي بست اهداف ب 86 هدف، تقريبا في المركز السادس او الرابع مش متذكر. هو عدى الكابتن حماده امام الله يرحمه. فهو واحد من هدافين النادي الزمالك، واحد من اللعيبه المؤثره جدا في نادي الزمالك، واحد من اللعيبه اللي جابت لك بطولات في نادي الزمالك. هو يعتبر نجم الزمالك الاول اخر سنتين ثلاثه، مش هقول لك اخر 4 5 سنين، هو بقى له 5 سنين، اخر سنتين تقريبا هو احمد سيد زيزو هو نجم الزمالك الاول والاوحد كمان. يعني حتى الفتره اللي كان فيها امام عاشور كان هو برده نجم عنه، يعني طبعا مع امكانيات امام عاشور الجباره اللي ظهرت في الزمالك وظهرت في الاهلي واللي هنتكلم عليها في فيديوهات. زيزو لعيب كبير، لعيب كبير جدا، ولكن من وجهه نظري المتواضعه هو مش اغلى من بن شرقي بالنسبه لي، هو مش اغلى من فرجاني ساسي بالنسبه لي، هو مش اغلى من مصطفى محمد، هو مش اغلى. انا شفت لعيبه كتيره جدا بتمشي من نادي الزمالك ايا كان بقى اللعيبه دي مؤثره. انا مثلا واحد من اكتر اللعيبه اللي بحبهم في نادي الزمالك، انا شجعت كوره من 2014. اكتر لعيب يمكن من مش اكتر واحد شفته بي يعني، او من اللي حببني في الفرقه، يعني مش هو لعيب مش سوبر، بس اللي حببني في الفرقه هم لاعبين باسم مرسي ومصطفى فتحي. فاللاعبين دول لما مشوا انا اتاثرت جدا. ممكن ما يكونوش هم اللاعبين اللي عملوا تاريخ كبير جدا في الزمالك او جابوا بطولات، ولكن اللاعبين دول هم اللي حببوني في النادي، هم اللي عرفوني ايه نادي الزمالك. فاللاعبين زي دول انا بحبهم جدا. هم مش بالنسبه لي زيزو مش هيبقى اغلى من الاثنين دول. فزي ما قلت لك زيزو لعيب مؤثر وكل حاجه، ولكن خلينا متفقين ان النادي الاهلي او نادي الزمالك هو اكبر من اي لاعب. النادي الاهلي او نادي الزمالك هو اللي بيعمل اللعيبه. هتقول لي لحظه، هو اللعيب لو مش جامد هو انتوا مش هتعملوه؟ لا، احب اقول لك يا حبيبي، انت مجرد ان انت لابس فانيله الاهلي او لابس فانيله الزمالك انت بتاخد ضجه، انت بتاخد شهره وبتاخد ضجه وبتاخد فلوس، بتاخد كل حاجه. يعني في لعيبه كتيره جدا لعبت ما دلوقتي ما تعرفش هي بتلعب فين، بس تقول انا فاكره ده اللي لعب في الاهلي، انا فاكره لعب في الزمالك بالاسم بس. يعني مثلا هقول لك في لعيبه كتيره جدا بدون ذكر اسماء، يعني في لعيبه كتيره لعبت في الاهلي والزمالك حتى لو فتره قليله، فاهم؟ بس انت بتذكر الكلمه دي. فملخص الكلام البسيط ده، زيزو هو واحد من افضل اللعيبه يمكن داخل القاره الافريقيه اخر سنتين ثلاثه. هو واحد من افضل لعيب داخل افضل لعيب في مصر اخر سنتين ثلاثه. فهو لعيب كبير جدا، ولكن من وجهه نظري النادي اكبر من اي لعيب. هنا نفهم ايه هو العارض بالظبط. زيزو كان جاي له في الاول من بره، من قطر ومن الامارات ومن السعوديه، وكان جاي له من نوادي كتيره جدا الصراحه. ارقام ضخمه، ارقام ضخمه جدا جدا جدا. خليني اقول لك زيزو كان جاي له. طيب يا سيدي، زيزو كان جاي له حوالي 4.5 مليون دولار. لو جينا حسبنا كده ال 4.5 مليون دولار، تقريبا كان جاي له من نادي الاتفاق مش متذكر، لو جيت ضربتهم دلوقتي هتلاقيهم ان هم بالمبلغ ده 225 مليون جنيه. طيب المبلغ اللي كان متردد وان الناس كلها كانت بتقول ان هو زيزو من غير البونس تقريبا او بالبونس مش متذكر حوالي 100 مليون جنيه او اقل شويه. هتقولي طب ما زيزو تنزل عن 125 مليون جنيه، تمام، ما عنديش اي مشكله، تنازل كبير لزيزو ويحترم ويتحط فوق الدماغ. ولكن مبلغ 100 مليون جنيه انا من وجهه نظري ما اشوفوش ان هو يستحق اي لاعب داخل الدوري المصري. مع احترامي لزيزو، مع احترامي لاي لاعب داخل النادي داخل الدوري، اللعيبه عندنا مش الكواليتي اللي ياخد 100 مليون. زيزو بقول لك انا قلتها لك ولعيب جامد جدا، بس يا معلم مش 100 مليون.
100 مليون ده رقم ضخم جدا، ده غير البونس وغير الحاجات اللي اتقالت كتير جدا للعرض اللي انا ما كنتش فاهمه. اقول لك اخر بقى الاخبار عشان الموضوع ده طول جدا في الفتره. زيزو عقده هينتهي في الصيف، هيمشي من نادي الزمالك في الصيف. طيب خليني اقول لك اخر الاخبار وزيزو وباباه والدنيا دي. باباه هو اللي داير الموضوع كله، خلينا متفقين ان زيزو يعتبر ملوش وكيل اعمال او وكيل لاعبيه او وكيل لاعبين او كده، هو وكيله هو باباه. فباباه هو اللي داير كل حاجه، وهو اللي بيتكلم باسم زيزو. زيزو مختفي تماما في الصوره، من واضح كده من الكلام وكل حاجه. طب خليني اقول لك بقى، انا كاتب هنا ايه اللي حصل حوالي من يومين او امبارح. والد احمد السيد زيزو كان قال للزمالك ان الاتفاق السعودي عرض عليه حوالي نص مليون دولار عموله. خلينا نيجي نحسبها، واحنا هنحتاج الكالكوليتر كتير جدا في الحلقه دي. هيطلع لك بحوالي 25 مليون جنيه او اكتر شويه. فهو كان طالب 25 مليون جنيه، يعتبر هيجي له عموله. فهو طلب من الزمالك 29 مليون جنيه عموله عشان يبقى في نادي الزمالك. بالمناسبه نادي الزمالك او اداره نادي الزمالك انا عندي عليها لوم من هنا لغايه بكره، بس مش هقوله لك في الحلقه دي، هيبقى في حلقه جايه او في البودكاست قعده زملكاويه. عندي لوم كبيره جدا على الاداره ولكن مش هذكره في الحته دي بالذات. حاسس ان الاداره متمسكه جدا باللاعب خوفا من جمهور نادي الزمالك. ان كل الناس عارفه ان جمهور النادي الزمالك بنسبه 90% هو عايز احمد السيد زيزو يبقى في نادي الزمالك، وعايز يسمع احلى خبر في حياته هو خبر تجديد احمد السيد زيزو. وفي ناس كتير عايزه كده. الاداره خايفه من الجمهور، تمام، عشان الجمهور الزمالك بالذات لو حصل مشكله هتلاقيه يعني قطع المدرجات وليله ومشاكل. والاداره مش عايزه الوش ده، يعني الاداره عايزه الجمهور دايما في ظهرها مش العكس. وشفنا هتافات ان الجمهور بينادي الاداره فين الصفقات وكل الكلام ده. ولكن انا ما عنديش لوم على الاداره في الموضوع ده. حاسس ان الاداره متمسكه جدا بزيزو، وحاسس ان ابو زيزو بيلوي دراع نادي الزمالك بحيث ان هو عارف ان كده كده الاداره عايزاه، فانا هلوي دراعكم بقى براحتي. ودي حركه الصراحه مش لطيفه خالص خالص يعني. دي حاجه من الحاجات اللي مضايقاني قوي في العرض ده. طيب بعد ما عرض عليهم قال لهم ان هو عايز 29 مليون جنيه احمد سيد والد احمد سيد زيزو لنادي الزمالك، نزل شويه بالمبلغ ونزل يعني كتر خيره ل 23 مليون جنيه عموله. طيب الزمالك وافق 3 مرات على فكره على كل عرض زيزو بيقدمه الزمالك كان موافق عليه وعلى اتفاق زيزو، ولكن ابو احمد السيد زيزو دايما كان بيغير قراره. وفي كلام بيتقال كده من جوه النادي ان كابتن او الاستاذ ممدوح عباس عامل مشكله كبيره جدا مع احمد السيد زيزو، وفي مشاكل ما بينهم وهو زي مش طايقه كده يعني بالبلدي. هو مش طايق او ابو احمد السيد زيزو بالمشاكل اللي بتحصل. طيب ممدوح عباس هو الممول الرئيسي يعتبر لنادي الزمالك، وجاي لك في العرض وهقول لك ازاي. والد احمد السيد زيزو طلب حوالي 50 240 مليون جنيه على 3 سنين اللي هي الشيكات بتاعه النادي، ودي طبعا حاجه غير قانونيه جدا، وقالوا له ان هي مش هتنفع. فالعرض اللي اتقدم لنادي الزمالك هو 50 مليون جنيه كاش، وهيدفع معاهم فيلا. والفيلا دي كانت من احد يعني زي رجال الاعمال المحبين لنادي الزمالك، هيدفع الفيلا دي وتقدر بقيمتها 35 مليون جنيه. يعني انت لما تيجي تتكلم كده هتتكلم في 85 مليون جنيه العرض كله، يعني لو جبنا فلوس الفيلا دي 70 80 85. ف 85 مليون جنيه هو مبلغ كويس، بس منهم 35 مليون جنيه وهم الفيلا اللي معروضه على احمد سيد زيزو. طبعا والد احمد سيد زيزو كان مستني الاداره على غلطه ورفض تماما العرض ده. لسه في مناقشات، لسه في مشاكل كبيره جدا. احمد سيد زيزو والده بيقول ان هو هيتفق مع الاتفاق السعودي وكل الكلام ده. في مناقشات كتير بتحصل بس مفيش كلام مؤكد من جوه النادي بيه. بعد ما حصل كل الليله دي احمد سيد زيزو النهارده بالليل نزل ستوري واللي هعرضها لكم دلوقتي، اللي بيقول فيها يعني ملخص الكلام. منزل صورته هو هداف التاريخي لنادي الزمالك، وبيقول ان هو بيبص لابعد وبيبص للنقطه القادمه. فده معناه ما بين قوسين ان احمد السيد زيزو حابب ان هو يقعد في نادي الزمالك. ففي ناس في الصوره دي قالت رايين، قالت ان احمد السيد زيزو حابب يقعد في نادي الزمالك وانه حابب جدا يقعد في نادي الزمالك ولكن لسه في مشاكل في التجديد، او ان الراي الثاني اللي بيقول ان خلاص ده احمد السيد زيزو جدد ومضى على العقود. فدي كانت كل حاجه عن العقد ده. عقد فيه مناقشات كتيره جدا. بالمناسبه كمان في العقد ده طلبوا من احمد سيد زيزو نادي الزمالك ان هو هيبقى فيه اعلانات داخل العقد ضمن العقد. زي تحس اداره نادي الزمالك معهوش فلوس، فانا بديك الفلوس اللي معايا اللي هي اخر ما في جيبي، وبقول لك بقى خد الساعه دي ارهنها، خد الساعه دي قصدي دي ثمنها كذا، اشتريها خدها ليك، خد مش عارف في الايه، لان انت معكش فلوس، معكش سيوله، انت معاك اشياء بالاخر. فده اللي انا حاسه من اداره نادي الزمالك.
ده كان كل الكلام عن تجديد احمد السيد زيزو. انا طبعا هبقى اسعد واحد لو زيزو جدد، وبرده هبقى عادي جدا لو احمد السيد زيزو ما جددش في نادي الزمالك وراح السعوديه او راح اي نادي. اتمنى له كل التوفيق، لعيب نشكره جدا على الفتره اللي كان قضاها لو هو ماشي من نادي الزمالك. فتره كانت كويسه جدا، كسب الزمالك في فترات كبيره جدا، كان بطل الزمالك في نجوم كتيره جدا، ولكن الزمالك محدش يلوي دراعه، والاهلي محدش يلوي دراعه. النادي الزمالك والنادي الاهلي فوق اي حد، اي نادي هو اللي بيصنع اللعيب. وده كان كل حاجه اقدر اقولها لكم على تجديد زيزو. فيديو بسيط كده حبينا نتكلم فيه على موضوع زيزو، وان شاء الله الفترات الجايه هيكون في فيديوهات كبيره جدا. مش هديكم مواعيد لان انا في المواعيد صراحه مش عارف، على حسب دنيتي يعني، بس هيكون في ان شاء الله فيديوهات كتيره جدا الفتره الجايه. قبل ما اقفل الفيديو عايزكم تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو ده، في التصوير وفي اللوكيشن. انا حاطط هنا اللوكيشن يعني شكله قلت اغير شويه. جايب البورد دي وحاطط عليها كل التذاكر، مش كل التذاكر الصراحه، دي بعض من التذاكر اللي اتبقت لقيتها عندي يعني. ماتشات كتيره جدا حاططها ورايا، حاطط الفان اي دي كمان بتاعي. فهذا كان كل حاجه اقدر اقولها لك على الحلقه دي. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. بس كده، سلام.